عشاق العدسات الكادر الواسع عندنا عدسه من سيجما 1020. العدسه دي ممتازه جدا جدا جدا، اللي هي عدسات الكادر الواسع. طبعا بتيجي بالجراب بتاعها ده، بتيجي بالكابل الخلفي، بالكابل الامامي، بالهود، بكل حاجتها. تمام. ده كده الهود بتاعها اهو. تمام. ودي كده العدسه نفسها. العدسه يا جماعه كسر زيرو، صنع ياباني ما شاء الله عليها. عدسه فول فريم، بتشتغل على الفول فريم وبتشتغل على الكروب فريم. كسر زيرو ما شاء الله عليها. كانت تكون اصلا العدسه يعني استخدمت حاجات بسيطه. بصوا العدسه ما شاء الله عليها نظيفه جدا جدا جدا. والعدسه دي تقيله نسبيا يا جماعه، لانها فيها مميزات كتير. اول حاجه العدسه دي كادر واسع. فتح العدسه بتاعتها هجيبها لك، فتحة عدسة 5/6 10/20. والعدسة دي ممتازة جدا، لأنها يا جماعة في تصوير الفيديو هتلاقيها بتصور معاك ممتاز جدا، في تصوير الصور هتلاقيها بتصور معاك في تصوير ممتاز جدا. لو أنت بقى بتصور بودكاست أو بتصور مثلا فيديوهات مثلا في الشارع فلوجات وبتحتاج عدسة كادر واسع، العدسة دي هتبقى ممتازة جدا معاك في تصوير. لو أنت أستاذ مثلا بتصور سبورة بتشرح للتلامذة من على السبورة، لو أنت بتصور أي حاجة ومحتاج حاجة كادر واسع جدا تجيب معاك مساحة كبيرة، العدسة دي هتبقى معاك ممتازة جدا جدا. لو أنت بقى بتصور افراح، سيشنات، حفلات، لو انت بتصور مثلا في قاعه مؤتمرات، في مجتمعات، بتصور مثلا في حديقه حيوان، بتصور في اي مكان محتاج فيه كادر واسع مساحه كبيره، تجيب مساحه كبيره قدام منها، فالعدسه دي انضف خيار ليك. العدسه دي موجوده عندنا بفضل الله بسعر حلو جدا جدا جدا. صنع ياباني، صنع ياباني نكررها تاني. والعدسه دي ممتازه جدا. هي العدسه دي فول فريم، ولكن هي بتشتغل على جميع كاميرات الكروب فريم والفول فريم. والعدسه دي بتشتغل على كاميرات نيكون. العدسه دي من سيجما يا جماعه. السيجما طبعا غنيه عن التعريف، والعدسه دي ممتازه جدا وتقيله نسبيا، لان زي ما قلت لك فيها مميزات كتير مش هنقدر نقولها كلها في الفيديو ده. ان شاء الله هنطلع في فيديوهات تانية جايه نشرح العدسه مع بعض ونصور بيها ونجرب العدسه. لحد هنا صلوا على النبي.